رابع نقطة في الاير واي، بعمل بيسك اير واي ادجانكتس، وسائل مساعدة اساسية. بس قبل ما اشرحها عاوز افهمك النقطة الجاية دي. في حاجة اسمها جاج ريفلكس. ببساطة شديدة لو لمست البوستيريور فارينكس مؤخرة الحلق او اللسان الخلفي، المريض هيبدأ يكح او يتقيأ معانا، وده معناه ان منعكس البلع او الكحة اللي هو الجاج ريفلكس شغال عند المريض. طيب فهمها بقى هيفيدنا في ايه؟ لو جيت اعمل التست بتاعنا ولقيت المريض بيكح او بيرجع، معنى كده انه قادر يحمي مجرى الهواء بنفسه، فكده نقول ان عنده intact gag reflex. اما بقى لو جيت اعمل التست بتاعنا ده ولقيته ما كحش ولا بيتقيأ، معنى كده انه absent gag reflex، وده بيكون فيه خطر عالي ان السكريشنز او الاكل يدخلوا مجرى التنفس فيزود الاسبيريشن ريسك. ساعتها بقى بنحتاج تأمين مجرى الهوائي بأنبوب اندوتراكيال تيوب. طيب النقطة اللي بعد كده عاوزين نفهم